أول حب بحياة قصي خولة، قد إيه كان عمرك؟ أول حب بحياتي، قد إيه كان عمرك؟ أول حب جدي حقيقي. إيه. صرت أعلق صور أنا حدا بيشبهها وصرت أحلم. يا رجل شغلة فظيعة هي قصة. سنة كاملة ونحن بنفس الصف، أنا نقلت من صف لصف وعملت كذبة بالمدرسة بنت حرام كرمالها؟ كرمالها. ورحت كنا نحن ممنوعين ننتقل، يعني كنا شعبة هيك شياطين وشاغبين ورسبين ومدري شو. رحت على الإدارة قلت لهم إنه أنا ما عم بقدر أدرس، الشباب ثلاث أرباعهم ما بدهم ينجحوا، دروشت حالي شوي. شو بدك؟ قلت لهم بدي انتقل لهون لأنه هاي الشعبة فيها ناس يعني حقيقيين وبدهم ينجحوا وإلى آخره. تعذبت كثير، نقلوني قسما بالله، وقت نقلوني كأني نجحت أنا بالبكالوريا ولا بالتاسع ولا. نقلت كرمالها، صبية كانت جميلة جدا وكانت تعني لي كثير، وهي عرفت انه انا نقلت كرمالها. بعدين كيف بدي انتقل من مقعد لمقعد كمان، هي كانت محاولة أخرى. فيني أعرف اسمها؟ مرال. أوكي. هاي البنت أنا كنت علق لها صورة، يعني أنا نايم فأنا علق لها صورة فوق عشان بس في الصبح شوفها. وين كنت تجيب صورها؟ هون السؤال كتير حلو. هي مو هي وحدة كانت بتشبهها كتير، وكانت أنا بالنسبة لي حسها كتير تشبهها، وهي مطربة تركية اسمها سيبل جان أو سيبل كان. فأنا والله في إلها صورتين هيك، واحدة على البحر هيك شعرها خلقة. فأنا الحالة الثانية الحلوة كتير إنه أنا كيف بدي انتقل من المقعد تبعي للمقعد تبعها. أوكي ليك أنا كل شيء عم أقول لك إياه وأنا حدا كتير بستحي. قد إيه كان عمرك بوقتها؟ كل هول اللي عملته إنه بتستحي؟ إيه هلا بقول لك خدعت الإدارة ونقلت صف تاني. إيه وحياة الرب. قد إيه كان عمرك؟ بكالوريا؟ لا كنت تاسع. صف تاسع. يا لطيف، عم تذكرني بشغلات محمد فظيعة. الحل كان إني أنا رافق رفيقتها لحتى رفيقتها تقدر تحكي، لأنه أنا فيني يعني أنا فيني روح أحكي معها، بس أنا كنت أستحي كتير منها بعرفني. فأنا صرت يعني قريب من رفيقتها لحتى رفيقتها تصير تحكي لها عني إنه أنا كويس وظريف وإلى آخره، لحتى هي جت سلمت علي. أنا وقت أجت سلمت علي قسما بالله لا عاد تنفست وقلبي ما عاد دق. شغلة غريبة. هاي كان فعلا أول قصة حب بحياتي، هيك فيها شيء حقيقي وفيها شيء بيشبه اللي نحن كنا نشوفه بالأفلام.